السلام عليكم. غربله في الاهلي بكل عشوائيه وكانهم عايزين يعاقبوا الكل. يا ترى الاهلي رايح على فين؟ قرارات عجيبه وغريبه من اداره النادي الاهلي، مش عارف هتودينا لفين. واول القرارات خصم من احمد عبد القادر عشان رد على الجمهور على الميديا، وخالد بيبو داخل حرب مع اللعيبه من اولها، وهيكره اللعيبه في النادي وفي اللعب وفي كل حاجه. وللعلم خالد بيبو واخد قرار من اللي بيحبهم الكابتن الخطيب، من احب الحاجات على قلب الكابتن الخطيب الخصم. قندوسي بعد الهدف اللي جابه في المصري، الجول اللي بسببه الاهلي اتاهل لنص النهائي وهيلعب مباراه انبي، قندوسي جاله عروض من اتحاد العاصمه الجزائري وشباب بوليسداد والعربي الكويتي ونادي زد المصري، واللاعب نفسه يكمل مع الاهلي. وللعلم القندوسي ما خدش فرصته كامله مع الاهلي، ومن اللعيبه المظلومه مع انه يمتلك مهاره وعنده امكانيات كبيره احسن من لعيبه كتير على الدكه. ولكن كولر شايف اللي الخطيب عايزه بس مش مهم مصلحه الفريق، وللاسف الشديد قندوسي طلع اعاره، وده خبر ضايقني. طيب الصفقات دي الاهلي بيشتريها وفجاه يفرط فيها كده بكل سهوله؟ حد يفهمنا ليه يا جدعان؟ حد يفهمنا ليه واحد زي برونو سافيو يمشي مع انه اصلا ما خدش فرصه وما لحقش حتى يشارك ومشي؟ والاغرب من كده انه خارب الدنيا بمهاراته مع نادي بوليفار وجاب هاتريك اول امبارح. طيب ايه السر في اعاره وبيع اللعيبه المهريه؟ ولا مؤاخذه سايبين لعيبه اقسم بالله حتى ما ينفع تعدي من قدام باب النادي الاهلي، ومش هنقول اسامي. عايزين تمشوا ميشيل يانكون اللي خلى حراسه المرمى الاربع حراس ما فيش ولا كلمه عليهم، والدكتور احمد ابو عبله اللي من ساعه ما مسك المنصب ده الاصابات قلت، وقبلها فسخته عقد سعد سمير بكل بساطه، ولا شادي حسين اللي لعب 3 4 ماتشات، وطاهر محمد طاهر وعلي لطفي اللي شالنا في المواقف الصعبه. هو ليه اداره الاهلي بقى كل همها الفلوس ومش مهم عندها تفرط في ابناء النادي واللي بيحبوا النادي؟ انا عارف ان الاداره ليهم شغلهم واحنا مش هنفهم زيهم في شغلهم، ولكن عايزين نعرف كميه الفلوس اللي بتدفع في اللعيبه دي وفجاه بتمشوه. ده نسميه ايه؟ عجرفه ولا عنجهيه ولا تكبر؟ فهمونا، حد يفهمنا. اقسم بالله اني كنت اكتر واحد داعم للاداره بتاعتكم، ولكن عند مصلحه الاهلي يسقط الكل ويحيى الاهلي. السلام عليكم.